أهلا بيكم مرة تانية. معانا النهاردة مجموعة مصادر جديدة ومثيرة جدا هنحللها سوا. بنتكلم عن الجزء الثالث من رواية أرض زيكولا لعمرو عبد الحميد، وتحديدا رحلة بطلها خالد. أيوة، القصة دي فعلا بتاخدنا لعالم تاني خالص، عالم غريب بقوانينه الخاصة. ومهمتنا النهاردة إننا نحاول نفهم رحلة خالد دي. يعني إيه اللي دفعه أصلا يدخل مكان أسطوري زي السرداب؟ بالظبط. وإيه اللي مر بيه جوه أرض زيكولا نفسها؟ وإزاي كل ده غيره في الآخر؟ تمام، يعني عايزين نفهم الدافع الأساسي والأسرار اللي اكتشفها، وهل فعلا قدر يرجع ولا لأ. خلينا نبدأ من الأول خالص. المصادر بتقول إن الحكاية بتبدأ بخالد وهو في حالة إحباط شديدة. أيوة، اتقدم لحبيبته منى للمرة الثامنة وبرضه اترفض. الرفض ده كان سببه الأساسي والد منى. بصي، المصادر واضحة في النقطة دي. الأب كان شايف خالد إنسان عادي، دي كانت مشكلته معاه، وقالها صريحة إنه عايز لبنته حد فريد، حد مميز جدا، ممكن نقول عليه مجنون بتميزه. ياه، صعب قوي الكلام ده. جدا. وده اللي خلى خالد يحس إنه لازم يعمل حاجة خارقة، حاجة تثبت إنه مش عادي، عشان بس يفوز بمنى في عين أبوها. الرفض ده هو اللي فتح الباب لفكرة السرداب، المكان الأسطوري في بلدهم الباهو فريك. إيه قصته بالظبط؟ جده هو اللي حكاله عنه. مكان قديم مهجور، الناس بتقول إنه مسكون، وفيه كنز مدفون من زمان قوي. والأهم كمان، حكاله عن 4 صحاب للجد دخلوا السرداب ده من سنين ومحدش شافهم تاني. الناس كلها قالت إنهم ماتوا في حادثة وخلاص. طب والجد موقفه كان إيه؟ حذره؟ حذروا بشدة طبعا، كان شايف إن ده جنون وممكن يكون خطر حقيقي، وخاف عليه، خصوصا إن دوافع خالد مش بس الكنز، لأ، هو كان عايز يبقى بطل في نظر والد منى. بس خالد واضح إنه كان وصل لمرحلة يأس. بالظبط، خصوصا بعد مقابلة أخيرة مع منى نفسها، حس فيها إن مفيش أمل وإنها بتطلب منه يبعد. ساعتها صمم على فكرة السرداب. جواه كان في صراع كبير، يعني بين الخوف من المجهول والرغبة المجنونة دي في تغيير كل حاجة وإثبات نفسه. وقرر يدخل السرداب فعلا. أيوة، استغل ليلة البدر زي ما الأساطير بتقول، وراح للبيت المهجور اللي جده وصفه. لقى صخرة كبيرة جدا سد المدخل. المصادر بتوصف محاولاته المستميتة إنه يزقها بإيده وفشله. إزاي قدر يحركها طيب؟ لقى بالصدفة لوح خشب قديم واستخدمه زي رافعة كده، وبصعوبة شديدة قدر يحرك الصخرة ويكشف عن باب حديد قديم تحتها. مجرد ما دخل ونزل أول درجة. الباب اتقفل وراه بقوة، فجأة لقى نفسه محبوس. يا نهار أبيض، لوحده في الضلمة؟ بالظبط، نفق ضلمة، تراب، ريحة وحشة، عناكب، والأسوأ إن الهوا كان قليل جدا. حس إنه بيتخنق وهو ماشي ومش عارف رايح فين. موقف مرعب فعلا. جدا. والنفق ده كان زي رمز للورطة اللي هو فيها. المصادر بتحكي إنه في لحظة حس بيأس تام، وإنه خلاص هيموت ومش لاقي المخرج اللي جده قال عليه، اللي هو المفروض سلم تاني بيطلعه. وفي وسط اليأس ده، وهو تقريبا شبه فاقد الوعي من نقص الأكسجين، الكشاف بتاعه وقع منه، ونوره جه بالصدفة على باب خشب صغير قوي ومخفي في الجدار. باب تاني؟ باب تاني، فتحة، ولقى سلالم ثانية نازلة لتحت، كأن السرداب ده ملوش نهاية. بس المكان هنا كان مختلف، الهواء أحسن، وشاف ضوء النمر داخل من فتحات. بس الهدوء ده ما كملش. لا طبعا، فجأة سمع صوت صخور بتنهار وراه، السرداب نفسه بيقع. إيه ده؟ هروب تاني، بس المرة دي كان أعنف. المصادر بتوصف رعبه وهو بيجري وبيزحف في ممر ضيق جدا عشان ينجو بحياته. لحظة الهروب دي انتهت بإنه حس إنه زي ما يكون اترمى بره السرداب خالص. لقى نفسه فين؟ مكان مختلف تماما، صحراء واسعة جدا، السماء لونها أزرق صافي بشكل مش طبيعي. مفيش أي أثر للسرداب ولا لبلده، الباهو فريك، كأنه اتنقل لعالم تاني. عالم تاني فعلا. وهو لسه بيحاول يستوعب، شاف إيه؟ شاف 2 رجالة بيجروا بسرعة خيالية في الصحراء دي. شكلهم كان تعبان جدا وباين عليهم الهلع. حاول يكلمهم؟ حاول طبعا، كان عايز يفهم هو فين ويطلب مساعدة، لكنهم هربوا منه، وواحد منهم زعق له وهو بيجري كلمة واحدة: زيكولا. حذره من زيكولا. تحذير غريب. ورغم التحذير، شاف من بعيد مدينة كبيرة شكلها حلو جدا وسط الصحراء، ومباني ومساحات خضراء ومياه. عارف إن دي غالبا هي زيكولا. وعشان حالته كانت صعبة، جوع وعطش وضياع. قرر يتجاهل التحذير ويروح للمدينة دي. كان لازم يعرف هو فين وإيه القصة. وأول ما عدى بوابة زيكولا الضخمة،
حس بإيه؟ صداع فظيع ورعشة قوية في جسمه كله. المصادر بتقول إن ده تأثير دخول زيكولا لأول مرة على أي غريب. والمدينة نفسها من جوه؟ كانت مبهرة بصراحة. الناس شكلهم مختلف، لابسين ألوان زاهية وقماش فضفاض. المباني شكلها مميز قوي، طوب محروق وخشب، مش عالية ولازقة في بعض. والملاحظة الغريبة إن مفيش أي أثر للكهرباء. بالليل بيستخدموا النار في الإضاءة، بس بطريقة هندسية ومنظمة جدا تخلي شكل المدينة مبهر. بس الغرابة الحقيقية ما كانتش في الشكل. لا خالص. الصدمة الكبيرة كانت لما قابل شاب اسمه يمن وبدأ يسأله ويفهم. اكتشف إيه بقى؟ اكتشف القانون الأساسي لزيكولا: العملة مش فلوس، أمال إيه؟ وحدات الذكاء. الناس بتدفع من ذكائها عشان تشتري أي حاجة، أكل، شرب، لبس، أي خدمة. بتدفع من ذكائها؟ إزاي يعني؟ الشغل بيزود الوحدات دي، والتفكير الكتير أو الكسل بينقصها. كل تعامل مادي هو خصم أو إضافة لرصيدك من الذكاء. كلام لا يصدق. وده لسه الجزء السهل. الرعب الحقيقي في حاجة اسمها يوم زيكولا. يوم زيكولا؟ إيه ده كمان؟ ده احتفال سنوي بيحصل في المدينة كلها، بس هو احتفال دموي. بيختاروا فيه أفقر 3 أشخاص في المدينة، يعني أقل 3 في رصيد وحدات الذكاء. وبيعملوا فيهم إيه؟ بيضحوا بواحد منهم، بيتقتل قدام الناس كلها في احتفال كبير عن طريق لعبة مميتة بيسموها لعبة زيكولا. بيتقتل؟ عشان فقير في الذكاء؟ بالظبط. لو ذكائك قل عن مستوى معين، مصيرك هو الذبح العلني في يوم زيكولا. يا ساتر. وخالد؟ خالد اللي لسه واصل ومعهوش ولا وحدة ذكاء واحدة. تخيلي بقى موقفه. لقى نفسه فجأة وبدون أي مقدمات هو أفقر واحد في الزيكولا كلها، ومصيره بقى مربوط باليوم ده، يوم زيكولا اللي اكتشف إنه قرب جدا. حس إنه وقع في كابوس حقيقي، فخر مرعب. أكيد. طب إزاي قدر يتعامل مع الوضع ده؟ وسط اليأس ده قابل شخصيتين مهمين ساعدوه. الأولى أسيل، طبيبة في زيكولا، قابلها في موقف إنساني وهو بينقذ طفل. والتاني شاب اسمه ضاي، ومن خلالهم وخصوصا يمن بدأ يفهم طبيعة الحياة هناك أكتر، وإزاي يقدر يشتغل ويكسب وحدات ذكاء عشان يعيش. بس الشغل ده كان عشان يعيش يوم بيومه، مش عشان يخرج من الورطة دي. إيه اللي غير الوضع؟ نقطة التحول الحقيقية جت لما قابل راجل عجوز بالصدفة. الراجل ده حكاله إنه زمان من سنين طويلة باع كتاب نادر جدا اسمه كتاب السرداب. الكتاب ده كان بيتكلم عن أرض اسمها سرداب فوريك، نفس اسم السرداب اللي خالد جه منه. ياه، صدفة غريبة. الأغرب مش الصدفة، الأغرب هو وصف الراجل العجوز للشخص اللي اشترى منه الكتاب ده زمان. قال إنه كان راجل طويل وعريض ولهجته مختلفة وبيحب الخيال وقصه. وده وصف مين؟ الوصف ده كان مطابق تماماً لوالد خالد المفقود. ولده؟ معقول ولده وصل زيكولا قبله؟ ده اللي خالد بدأ يفكر فيه. فجأة الموضوع ما بقاش مجرد نجاة، بقى فيه هدف تاني خالص، هدف أكبر. لو لقى الكتاب ده مش بس ممكن يلاقي طريقة يرجع بيها بلده، لأ، ده ممكن يعرف مصير أبوه اللي اختفى من سنين. وهنا بدأت رحلة البحث عن الكتاب جوه زيكولا نفسها. بالظبط. بمساعدة أسيل ويمن بدأ يدور في مناطق زيكولا المختلفة. المصادر بتدينا فكرة عن تقسيم المدينة. الجنوب منطقة زراعية، الغرب فيه الأسواق والحرف اليدوية وأرضهم صخرية شوية، الوسطى منطقة التجار الأغنياء، والشمال. منطقة الشمال دي كان فيها إيه؟ دي كانت منطقة غريبة شوية. سكانها أغنى ناس في زيكولا، بس ثروتهم دي كلها موروثة مش من شغلهم. حياتهم كانت عبارة عن احتفالات وكسل ومجون طول الوقت. وخالد لاحظ ملاحظة مهمة جدا. إيه هي؟ حس إن دول رغم غناهم هم أضعف ناس في زيكولا. قوتهم مش حقيقية، ووحدات ذكائهم بتقل مع الوقت لأنهم مش بيعملوا حاجة مفيدة. تحليل منطقي جدا في عالم زي ده. طب وصل للكتاب إزاي؟ البحث ما كانش سهل وسأل ناس كتير، ولحد معلومة من 6 قبلها في الجنوب وصلته لواحد اسمه هلال ساكن في المنطقة الشمالية. هلال ده طلع أخو الراجل اللي اشترى الكتاب زمان من العجوز، والراجل ده مات والكتاب بقى مع هلال. وأكيد هلال ما سهلش الموضوع. أبداً. طلب مبلغ ضخم جداً عشان يبيع الكتاب، 500 وحدة ذكاء. 500 وحدة؟ ده رقم كبير قوي بالنسبة لخالد اللي كان لسه بيبدأ. جداً. دي كانت كل الوحدات اللي خالد قدر يجمعها بشغل صعب جداً في حفر ونقل الصخور،
وبمساعدة كبيرة من يامن. وهلال كمان كان بيرخم عليه وهدده إنه ممكن يقطع الكتاب لو خالد ما فضلش يساوم ويدفع المبلغ ده. ياه، الموقف كان صعب، بس أكيد دفع. طبعا دفع. الكتاب ده كان أمله الوحيد، وأخيرا الكتاب بقى في إيده. ولقى فيه إيه؟ هل فعلا والده اللي كاتبه؟ أول ما بدأ يقرأ فيه اتأكد إنه غالبا والده أو مصري تاني وصل زيكولا قبله هو اللي كتبه. والكتاب ما كانش مجرد يوميات، ده كان فيه تاريخ زيكولا الحقيقي بناء على مخطوطات قديمة الكاتب ده لقاها جوه زيكولا نفسها. تاريخ زيكولا الحقيقي؟ إيه هو؟ المفاجأة كانت مذهلة. سكان زيكولا الأصليين طلعوا مش من سكان الأرض دي أصلا، دول كانوا ناس عاديين زمان. دخلوا السرداب فورك الأصلي اللي بناه واحد اسمه فورك عشان يحط كنوزه، واتحبسوا جواه بالغلط. يعني زي خالد؟ زي خالد، بس من قرون فاتت. ما عرفوش يرجعوا من نفس الباب، فضلوا يدوروا لحد ما لقوا مخرج تاني بالصدفة. المخرج ده وداهم للأرض اللي سموها بعد كده زيكولا. ومع مرور الأجيال استقروا هناك ونسيوا كل حاجة عن أصلهم، لغتهم العربية، دينهم، كل حاجة. معقول كل ده اتمحى؟ تقريباً. كل اللي فضل من ماضيهم هو طريقة حساب الأيام الغريبة عن طريق نحت علامات على سور المدينة كل يوم. ده التقويم الوحيد اللي فضل معاهم. والأغرب بقى إن نظام وحدات الذكاء نفسه اللي بيحكم حياتهم ده طلع إنه بدأ كنوع من العقاب ليهم زمان. عقاب؟ أيوة، قبل ما يتحول لقانون حياة ونظام كامل للمدينة. ده بيغير نظرتنا لزيكولا كلها. فعلا تاريخ صادم. بس الأهم، لخالد، هل الكتاب قال فيه طريقة للخروج؟ دي كانت المعلومة الأهم فعلا. الكتاب أكد إن في طريق تاني للعودة لمصر، بس مش من نفس باب السرداب اللي خالد دخل منه، لأن ده فعلا بينهار وما بقاش ينفع للخروج. وده اللي حصل مع كاتب الكتاب نفسه. يعني في باب تاني فين؟ في باب تاني للسرداب، باب خروج بس مخفي، ولازم عشان توصله تكون جوه زيكولا نفسها. طب الكتاب وصف مكانه؟ ما وصفوش صراحة، ساب لغز. لغز؟ بيقول إيه؟ اللغز بيقول: من أراد سرداب فوريك فعليه أولاً أن يدخل زيكولا، ثم يسير فيها كالشمس ينحت في صخرها، ليجد أمامه مباشرة باب سرداب الآخر عند رأسه. كلام غامض قوي. شمس، صخر، رأس، إيه ده؟ طبعاً اللغز ده حير خالد ويامن وأسيل جداً في الأول. قعدوا يفكروا كتير إيه المقصود، بس بعد تفكير وربط الكلام ده بالخريطة اللي خالد كان رسمها لزيكولا وملاحظاته عن طبيعة كل منطقة، بدأوا يفهموا؟ بدأوا يربطوا الخيوط. الشمس ممكن تكون رمز للحركة من الشرق للغرب. الصخر غالباً بيشير للمنطقة الغربية اللي أرضها صخرية وخالد اشتغل فيها بنفسه. والراس ممكن تكون بداية الطريق أو نقطة مميزة هناك. فالاستنتاج كان إن المخرج غالباً موجود في المنطقة الغربية دي. تمام. بس في نقطة هنا محتاجين نوضحها. المصادر مش بتشرح بالتفصيل إزاي خالد نجا من لعبة زيكولا أول مرة لما كان هو الأفقر. فعلاً التفاصيل دي مش كاملة عندنا، بس الأكيد إنه نجا بطريقة ما، ممكن بمساعدة وصلت له في آخر لحظة أو بحدث غير متوقع، وده اللي سمح له يكمل ويدور على الكتاب. المهم إنه نجا. المهم إنه نجا. ومع اقتراب يوم زيكولا مرة تانية، بعد ما عدى عليه سنة تقريبا في زيكولا، خطة الهروب دي ما بقتش اختيار، بقت ضرورة حتمية. لازم يوصل للمنطقة الغربية ويلاقي المخرج ده قبل يوم الاحتفال الدموي. ومساعدة مين بقى في الهروب الأخير ده؟ أصدقائه اللي وافق فيهم، يمن ودائي، هم اللي ساعدوه يجهز للرحلة دي. وأسيل. ودعا أسيل طبعا. المصادر بتوضح إن كان في مشاعر قوية بينهم، صداقة عميقة جدا، ويمكن أكتر. بس حلم الرجوع لبلده ولمنى كان هو الأقوى في النهاية. ونجح يوصل للمخرج؟ فعلا قدر بمساعدة أصحابه يوصل للمسار التاني للسرداب اللي كان في جبل في المنطقة الغربية. دخل النفق ده لوحده بمصباحه. والغريب إن المصادر بتقول إنه تاني حس بنفس الإحساس، إن في زي بوادر انهيار بتحصل وراه في النفق. زي المرة الأولى. زي المرة الأولى، بس المرة دي الانهيار ده كان في صالحه. الانهيار ده زي ما يكون دفعه لقدام للمخرج الصح. فجأة لقى نفسه بره النفق خالص. بره فين؟ رجع للصحراء تاني؟ لا، لقى نفسه في مكان بدأ يحس إنه عارفه. وفجأة سمع صوت أذان الفجر. أذان الفجر؟ أدرك في اللحظة دي إنه رجع بلده البوهو فريك. وصل أخيراً. ياه، لحظة أكيد كانت مؤثرة جدا. جداً. المصادر بتصور لقائه بجده وهو بيصلي الفجر في الجامع. الجد ما كانش مصدق عينيه أصلاً.
وعرف بعدها من جده ومن صديق للعيلة إن منى طول فترة غيابه دي كلها كانت لسه مستنياه ورفضت كل اللي تقدمه لها. بجد؟ والأهم كمان إنها هي اللي وقفت في وش أبوها وواجهته بنفس الكلمة اللي كان بيقولها على خالد زمان: أنت المجنون. وقالت إنها مش هتتجوز حد غير خالد. موقف قوي جدا منها. وخالد نفسه أكيد ما كانش نفس خالد اللي دخن السرداب. طبعاً الرحلة دي غيرته تماماً، علمته كتير عن نفسه، عن قيمة الحياة الحقيقية، عن معنى القوة والذكاء. عشان كده قرر يبدأ صفحة جديدة مع منى، بس طلب منها وقت عشان يقدر يستوعب اللي مر بيه ويرتب حياته وأفكاره من تاني، وهي وافقت تستناه. نهاية فيها أمل وتغيير. طب بالنسبة لأسيل، إيه اللي حصل لها؟ المصادر بتدينا لمحة سريعة عنها. هي كمان قدرت تهرب من زيكولا في آخر لحظة قبل ما الباب يتقفل تماماً، لكنها ما وصلتش لنفس المكان اللي خالد رجع له. وصلت لأرض تانية خالص اسمها أناجيب، وهناك واجهت مصير مختلف وتحديات جديدة وصعبة، لدرجة إنها اتسجنت بتهمة الخيانة لإنها ساعدت خالد يهرب. قصتها بتاخد مسار تاني خالص بعد كده. فعلا قصة خالد دي ملحمة بكل معنى الكلمة. بدأت بإحباط ويأس ودخلته مغامرة أغرب من الخيال في عالم مرعب بقوانينه. وانتهت برحلة صراع للعودة واكتشاف للذات والأسرار الماضي كمان. أكتر حاجة بتفضل في البال بعد سماع القصة دي هي فكرة زكولة نفسها، فكرة قلب مفهوم الغنى والفقر. بالظبط، إن الذكاء هو اللي يبقى العملة وإن الفقر فيه ممكن يوصل للموت. ده بيخلي الواحد يفكر فعلا إيه هي الثروة الحقيقية في حياتنا، وإيه المعايير اللي بنقيم بيها بعض. نقطة عميقة جدا. طيب لو حبينا نسيب المستمعين بفكرة أخيرة يفكروا فيها بعد تحليلنا للمصادر دي، ممكن تكون إيه؟ ممكن نفكر في سؤالين بصراحة. الأول، هل نظام زكولة ده بقسوته الواضحة دي هو مجرد شكل متطرف قوي ومباشر لأنظمة تقييم موجودة فعلا حوالينا؟ يعني أنظمة بتقيم الناس على أساس عملات مختلفة زي المهارة أو الشهادة أو الوضع الاجتماعي أو حتى الشكل، وبتعاقب اللي ما عندوش العملة المطلوبة بأشكال مختلفة من التهميش أو الحرمان حتى لو مش بالذبح يعني؟ سؤال مهم فعلا. والتاني؟ السؤال التاني بيرجعنا لوالد خالد. كونه هو غالبا اللي كتب الكتاب ده بيفتح باب كبير للأسئلة عن قصته هو جوه زيكولا. إيه اللي حصل له بالظبط؟ وهل رحلته انتهت هناك فعلا؟ ولا لسه ليها بقية ما نعرفهاش؟ ده بيخلي القصة لسه فيها غموض وأبعاد تانية ممكن نستكشفها. أسئلة ممتازة فعلا، بتخلينا نفكر أبعد من مجرد الأحداث. شكرا جدا على التحليل ده، ونتقابل قريب في تحليل جديد لمصادر تانية.